جربتوا تعملوا ايس كريم ويتش او ساندويتش الايس كريم بالشوكولاته بطريقه اقتصاديه وسريعه وسهله جدا، بدون حليب محلى مكثف ولا كريمه ولا حتى شوكولاته؟ بيطلع طعمه حلو جدا، وبتفضل البسكوته محافظه على قرمشتها، ما بتبوش ولا بتطرى من الايس كريم ولا حاجه. هنعمله بقى مع بعض وبكوبايه لبن واحده بس، اقتصادي وسريع. قبل ما ابدا، انا اسمي ايمان. لو اول مره تشوفوني من فضلكم اشتركوا في القناه وشيروا لايك لو الوصفه عجبتكم. معايا كوباية لبن، هحط عليها معلقتين لبن بودرة علشان يخلي الطعم ميلكي اكتر ويعزز الطعم احلى، ومعلقتين نشا، ومعلقتين سكر ممكن تخليهم 3 لو حابين حسب الطعم، ورشة فانيليا، ومعلقتين كاكاو. هقلب كل ده مع بعض كويس جدا قبل ما احطهم على النار، وكمل برضو تقليب على النار لحد ما القوام يتقل ويبقى بالشكل ده. جبت قالب مستطيل وحطيت فيه الايس كريم بعد بس ما يهدى شويه، واسويه كويس كده، وابدا اخبطه علشان هطلع منه اي فراغات. ودخلته الفريزر 4 ساعات علشان يبقى متماسك لحد ما يبقى بالشكل ده. طلعته بقى من الفريزر وسلكته من العلبه كده وخرجتها. لو ما خرجتش معاكم بسهوله، ممكن تحطوه العلبه في ميه سخنه ثواني بس، وبعدين تقلبوها هتنزل معاكم بسهوله. قطعتها حوالي سمك سنتي، الحجم ده كده كويس بالنسبه لي علشان اقدر احطها في البسكوت. ولو برضو محتاجين السكينه تحطوها في ميه سخنه بين التقطيع ممكن تعملوا كده، بس انا ما عملتش، يعني هي طلعت سهله معايا. وباخد بقى البسكوت الشاي العادي واحط كل شريحه من الايس كريم بين البسكوتين، وضغطه خفيفه كده هي تمسك على طول، ما تضغطوش جامد عشان البسكوت ما يتكسرش. تبقى بالشكل ده. لو عايزين تغلفوها بالشوكولاته ممكن تخلوها زي ما هي كده، الايس كريم بيبقى باين وشكله حلو، طعمها كمان حلو جدا. لو الوصفه عجبتكم شيروا لايك، وبالهنا والشفا.